اهلا بيكم، ايه الاخبار؟ الفيديو ده هنتكلم فيه عن الصفات الشاذة في اللغة الإيطالية. المرة اللي فاتت احنا خدنا الصفات العادية وقلنا ان الصفات العادية بتنتهي بأو للمفرد المذكر وإي للجمع المذكر، للمفرد المؤنث وإي للجمع المؤنث. في الفيديو ده هنعرف ايه هي الصفات الشاذة او النوع الثاني في الصفات من الصفات في اللغة الإيطالية. عندي النوع الثاني من الصفات في اللغة الإيطالية بتنتهي للمفرد المذكر والمفرد المؤنث بحرف الإي. ايوه، اللي هو بالظبط كان للجمع المؤنث في الصفات العاديه. يعني مثلا لو انا قلت هو بيكون انجليزي مثلا، فاقولها ازاي؟ اقول لوي اي انجليزي. لوي اي انجليزي. فالصفه هنا بتنتهي بحرف الاي، بس دي صفه مش جمع، لا دي مفرد مؤنث او مفرد مذكر، يعني تنفع للاثنين. يعني لو انا كمان عايز اقول هي بتكون انجليزيه هقول كده lei è inglese، بنفس الكتابه lei è inglese. يبقى اذا الصفه الشاذه في المفرد المذكر والمفرد المؤنث بتنتهي بنفس الحرف وهو حرف الاي. خلي بالك ده كده مش جمع، ده مفرد مذكر او مفرد مؤنث شاذ. lui è inglese lei è inglese. طيب لو انا عايز اجمعهم، عايز اقول مثلا الاولاد بيكونوا انجليز، اقول كده i ragazzi sono inglesi. ايوه، الاي هتتحول لاي، فالمفرد المذكر هيبقى جمعها اي. يعني الصفات اللي بتنتهي بالاي في المفرد سواء مفرد مذكر او مفرد مؤنث هتبقى في الجمع اي. I ragazzi sono inglesi. I ragazzi sono inglesi. طيب لو انا عايز اخليها البنات بيكونوا انجليزيات فهقولها كده le ragazze sono inglesi. برضو le ragazze sono inglesi. فاذا الصفات الشاذة في اللغة الإيطالية بتنتهي بس بحرفين اتنين من الحروف المتحركة، الاي للمفرد المذكر والمؤنث والاي للجمع المذكر والمؤنث، بالظبط زي كلمة انجليزي وجمعها تبقى انجليزي. نفس الكلام صفة زي فرانشيزي، فرنسي. فرانشيزي تنفع للمفرد المذكر والمفرد المؤنث. طب الجمع هيبقى ايه؟ برافي، فرانشيزي. فرانشيزي. وهكذا كل الصفات المفرد المذكر والمؤنث هيبقى جمعها بالاي. اللي تنتهي الصفة اللي تنتهي بالاي سواء في المفرد المذكر او المؤنث هيبقى جمعها بالاي في الجمع المذكر والجمع المؤنث. طيب مثال تاني، عايز اقول مثلا المدرس ده بيكون ذكي، فاقولها ازاي؟ اقول questo professore è intelligente. questo professore è intelligente. طيب لو انا عايز اقول المدرسين دول بيكونوا اذكياء فاقول كده questi professori sono intelligenti. questi professori sono intelligenti. طيب لو انا عايز اقول المدرسة دي بتكون ذكية اقول questa professoressa è intelligente. questa professoressa è intelligente. طيب عايز اجمعها تبقى queste professoresse sono intelligenti. queste professoresse sono intelligenti. وهكذا كل الصفات اللي بتنتهي بالاي هيبقى جمعها اي. عندك صفات زي interessante، شيق. interessante هيبقى جمعها interessanti. interessanti. عايز اقول مثلا هذا الرجل هو رجل جنتل مهذب فاقول quest'uomo è gentile. quest'uomo è gentile. او questi uomini sono gentili. هؤلاء الرجال مهذبون. questi uomini sono gentili. طيب لو عايز اقول هذه السيدة مهذبة questa donna è gentile. questa donna è gentile. طيب هؤلاء السيدات مهذبات فهقول queste donne sono gentili.
queste donne sono gentili. يبقى إذا باختصار عندي كده في اللغة الإيطالية نوعين من الصفات، adjettivi regolari أو صفات عادية اللي قلنا في الفيديو اللي فات بتنتهي بأربع حروف متحركة، الأو للمفرد المذكر وجمعها إي، الآ للمفرد المؤنث وجمعها إيه، بالظبط زي كلمة إيطاليانو وجمعها إيطالياني، وإيطاليانا وجمعها إيطاليانا. النوع التاني اللي احنا شرحناه في الفيديو دوت هي الصفات الشاذة في اللغة الإيطالية، وقلنا بتنتهي بحرفين اتنين بس، حرف الإيه ينفع للمفرد المذكر والمفرد المؤنث، وحرف الإي الجمع بتاعهم، الجمع المذكر والجمع المؤنث، وخدنا أمثلة زي كلمة إنجليزي تنفع للولد والبنت، وإنجليزي للجمع بنوعيه، فرانشيزي فرانشيزي، interessante interessanti، gentile gentili، intelligente intelligenti، وهكذا. الصفات الشاذة اللي بتنتهي بالإيه أنت بتحفظها، تحفظ ان الصفه دي انتليجنت هي شكلها كده في المفرد، سواء المفرد المذكر او المفرد المؤنث وجمعهم بالاي. احنا شرحنا الصفات العاديه والصفات الشاذه، اتمنى يكون الفيديو سهل والدرس النهارده عجبكم. استنوني اشوفكم فيديو جديد ودرس ايطالي جديد سهل جدا. تشاو.